اذاعه اليوم السابع يا جماعه، دي الفقره اللي معانا دلوقتي حالا. كلنا عارفين عن اليوم السابع ان في الاهرام، كلنا نعرف ان في يوم السابع على النت، مش اكتر من انها صفحه. دلوقتي معانا كاذاعه بتتكلم عن الاخبار الفنيه، الاخبار الرياضيه، اخبار الممثلين، اخبار الفنانين، نشرات اخباريه، كل حاجه. معانا النهارده استاذ سامح عبد الله، استاذ اسامه جميل. مساء الخير. مساء الفل، مساء العسل. انا اذاعه الاهرام. اذاعه الاهرام هو اذاعه اليوم السابع. لا، استاذ سامح عبد الله هو المشرف العام على اذاعه جريده الاهرام، واستاذ اسامه جميل هو المشرف العام على اذاعه جريده اليوم السابع. منورين. هستاذنكم بس الاول، احنا عاملين تقرير على الاذاعتين، فهنبدا بالاهرام وبعدين هنتكلم بقى شويه ونتفرج على اليوم السابع، ونبتدي نعرف التجربه الصحفيه لما دخلت على راديو الانترنت كانت مختلفه ازاي عن الشائع. بس هنطلع الاول نشوف راديو الاهرام عامل ازاي ونرجع تاني. مساء بتوقيت القاهرة، أسعد الله مساءكم وإليكم أهم أخبار هذا الصباح. استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلى شهادة اللواء منصور عسوي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين. لا، ما عنديش خلفية على إذاعة الإنترنت. أنا أعرفها بس ما بدخلش عليها، ما بستعملهاش بصراحة. عندي خلفية عن إذاعة الإنترنت. راديو أوكي. مش قوي الحقيقة، أنا بدوبك بسمع الإذاعة العادية يعني. عندي أنا مذيع في راديو الأهرام، راديو الأهرام بالطبع. لا والله ما عنديش خلفية عن إذاعة الإنترنت. يعني أحيانا بدخل على بعض المواقع بلاقي لسن طبعا زي البي بي سي، برضو زي الأهرام. راديو الأهرام ده أقام حديثا في شهر نوفمبر الماضي، بدينا البث التجريبي. احنا دلوقتي عندنا بث مباشر يوميا. ساعات العمل عندنا في راديو الأهرام بتبدأ من 10 صباحا البث بيعمل حتى 5 مساء. عندي برنامج يومي اسمه للجمال أسرار. الجمال أسرار ده أنا بتناول فيه كل ما له علاقة بجمال وروح الإنسان عموما. والأهم من ده كله إن بالنسبة للبرامج اللي أنا بقدمها، يعني أنا اللي بعد البرنامج وأنا اللي بمنتجه وبخليه جاهز للتقديم وأنا اللي بقدمه. طبعا في برامج كتير قوي بنعملها، على سبيل المثال في برنامج اسمه نجم الأسبوع، ده بنختار كل أسبوع نجم من نجوم المجتمع، فن، سياسة، رياضة. على مدار الأسبوع دوت بنعمل كل يوم حلقة ليه، بنعمل له إخراج كل يوم، ندخل له حاجات جديدة، ندخل له أغانيه، ندخل له مثلا أهم حاجة ليه. إذاعة الإنترنت توجه جديد ومهم جدا، لأنه بيوصل لكل الناس في جميع أنحاء العالم، مش مرتبط بالأثير ومحطات التقوية والحاجات اللي زي كده. رجعنا لكم تاني. التقرير كان معمول قدام مؤسسه الاهرام، يعني بعد لما صورنا مع الناس او قبل، ما اعرفش بقى، انا كنتش موجود يوميها، ولكن فمعظم الموجودين صحفيين وناس موجودين في المؤسسه الكبيره دي. استاذ انا كنت عايز اسال حضرتك، هل يعني في ناس قالت طبعا عارفين، وفي ناس قالت ما عندهمش اي خلفيه او ما بيسمعوش راديو الانترنت، فهل عامل السن بيفرق مع المستمع بتاع راديو الانترنت بالذات؟ عامل السن بيفرق مع الانترنت بشكل عام، مش بس في الراديو. لان طبعا معروف ان الشباب اقرب، يعني كلما كان السن اقل كلما كان ارتباط الشخص بالانترنت اقوى وارتباطه بالورقي اقل، يعني الجرائد الورقيه او كده. فيما يتعلق بالاذاعه تحديدا والراديو على النت، دي برضو قصه ثانيه مختلفه شويه. هي محتاجه يعني او بتتعامل مع فئات معينه، مش بس سن ولكن ايضا نسميها ايه، ظروف. يعني بمعنى ان مفيش حد بيدخل على النت عشان يسمع اذاعه، دي رؤيتنا على الاقل. انما هو بيعمل حاجه على النت وبيسمع اذاعه مش متفرغ، يعني ما بيتفرجش بس او ما بيسمعش بس للاذاعه، يعني هو اثناء ما بيعمل فهو تمام بيسمع. يعني هي احنا بننظر لاذاعات النت باعتبارها اكتر باك جراوند، يعني او خلفيه لشخص يقوم بعمل ما اخر على
على الكمبيوتر في هذا الوقت. ده اللي خلينا يشدني ان انا اسال حضرتك ان يعني الاهرام مؤسسه كبيره، مؤسسه عريقه وثقيله. نعم. يعني اصدرت كتب، اصدرت جرانين، اصدرت حاجات كتير منها مجلات، اصدرت يعني كان مهم جدا ان الانترنت كمان يعني ده كان هيضيف حاجه. هقول لك الفكره جت ازاي. احنا عندنا موقع الكتروني عاملينه من سنه 98، ربما كان الاول الاخباري في مصر في هذا الوقت، او ربما يعني من اوائل المواقع الاخباريه. تطور الزمن او مرت سنوات وكان لابد من تطوير هذا الموقع. فالتطوير وانا احد الخبراء في هذه المساله، يعني اشتغلت في مؤسسات دوليه كبرى وخلافه، ولكني من ابن الاهرام، فارجع اعمل لنا هذا التطوير. فكان المواقع الالكترونيه المتطوره هي التي يعني تهتم بالمالتي ميديا، ما يسمى بالمالتي ميديا، اللي هي الوسائط المتعدده، اللي هو على النت ممكن اقرا وممكن اسمع وممكن اتفرج على فيديو، ممكن اتفرج على فيديو كمان. على فيديو. طبعا السينما او التلفزيون في فيديو، الراديو في راديو المعتاد في صوت، والجورنان في ورق، في قراءه، اسف يعني قراءه. فانا بجمع ده كله عبر النت، ودي اللي اسمها الصحافه الالكترونيه، وده اللي اسمه الوسائط المتعدده او المالتي ميديا، ان انا اشوف فلما جينا نطور الموقع كان لازم يبقى فيه صوت، طب وكان لازم يبقى فيه فيديو. فعملنا وحده فيديو وعملنا اذاعه الاهرام، اللي انا بسميها يعني التعبير العلمي بتاعها هي مش اذاعه، لان الاذاعه دي بنسمعها في الراديو في المعتاد في حته ثانيه، انما دي انا بسميه المكون الصوتي لموقع الاهرام. يعني موقع الاهرام زي ما في حاجات بنقراها لازم يبقى في حاجه اسمعها. فاحنا عملنا اذاعه الاهرام، بس ما اقدرش اسميها وبالتالي حتى مكون صوتي الاهرام. لا، والاهرام طبعا بما انها مؤسسه كبيره فكان لازم برضو يكون ليها جزء من الميديا الجديده، زي ما حضرتك بتقول ان هو ده الشغل اللي بتتعامل فيه. هروح بس الاستاذ اسامه اسالك سؤال سريع برضو عن تجربه اليوم السابع. يعني اليوم السابع يمكن باديه اصلا كصحافه على الانترنت او كاخبار على الانترنت، وبعد كده بقت جريده. يمكن التدريج كان جه بالعكس. الراديو كان موقعه فين من عمليه التطور؟ هو الراديو طبعا جه بعد نجاح الموقع. موقع اليوم السابع نجح كبير جدا كموقع الكتروني للصحافه الالكترونيه، وابتدى التفكير. الاستاذ خالد صلاح قرر ان لازم يبقى فيه راديو وراديو اليوم السابع، واعتقد ان احنا اول راديو لمؤسسه صحفيه، وده كان في 13/6/2010 كان البث التجريبي، يوم 23/7/2010 كان البث الرسمي. لما ابتدينا بالراديو الحمد لله احنا يعني كان ميسر لنا ان احنا موجودين في مؤسسه كبيره، مؤسسه اليوم السابع، ان نبتدي يعني ما نبتديش صغيرين وبعدين نكبر. لا، ابتدينا بكم كوادر اليوم السابع، كوادر اليوم السابع اللي هم صحفي اليوم السابع وبيقدموا برامج في التلفزيون او بيقدموا يعني هو اللي بيعد لنفسه، بيجهز لنفسه، كمان بيذيع الحاجه اللي بيذيع ده اول ما ابتدينا كانوا الصحفيين بتوع اليوم السابع هم المذيعين اللي موجودين عندنا. وبعدين الموضوع بقى ليه شكل. يعني كان معانا استاذ عصام شلتوت، كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، كان هو بيقدم معانا عند الشكل. نشوف الاول شكل التقرير وهنرجع نعرف من حضرتك برضو الشكل وصل لايه بقى في المراحل اللي احنا فيها دلوقتي. هنشوف تقرير راديو اليوم السابع نيجي تاني. الوزير لما بيخرج بره لعبه الوزاره او دايره لعبه السياسه بتكتر فضايح؟ عشان الحكومه بتبقى مكتمه على الفضايح، مكتمه. شايف انت مستمعين دايما يلاقوا الالفاظ اللي هي ايه فيها شويه كده. البرنامج اللي انا بدات بيه ولسه مستمر لحد دلوقتي هو اسمه عربي وغربي. البرنامج ده اولا بيغطي الصحف العالميه بتتكلم عن مصر ازاي. يعني انا بشوف مثلا لو شفنا احداث ميدان التحرير مثلا او اي مظاهرات بتحصل دلوقتي، انا باخدها من وجهه نظر الغرب. يعني هم شايفين عندنا ايه احنا مش شايفينه، او بيحللوا المشاكل بتاعتنا ازاي، واحيانا هم بيكشفوا نقط يمكن الصحف عندنا ما بتتكلمش عنها. فدي النقطه اللي انا دايما ببقى مهتم بيها. انا بعمل ثلاث بروجرامز. يعني في اول واحد الاجنده، ده بيبقى فيه عباره عن 10 دقائق يوميا بنعرف فيه اهم الايفنتس الساقيه في الاوبرا، في مراكز الابداع، كل الاماكن، الجاليريات الفنيه، كل الحاجات دي. في كمان بروجرام اللي يعيش يا ما يشوف، ده بيبقى بيروي او بيعمل سرد او عرض لحاجات غامضه، قصص او احداث غامضه لسه مش معروف عنها حاجه لحد دلوقتي، زي مثلث برمودا، قصر الباروني، بيبقى شويه كده في حته رعب او كده.
في كمان بروجرام صباحي اسمه صباح صباحك. ده برنامج بيبقى يوميا بنتعرف فيه بقى لمده ساعتين يوميا، بنتعرف فيه على اهم الاخبار. بيبقى فيه موضوع خفيف بنناقشه مع الناس الصبح، بيعتمد في الاساس ان هم يناقشوا معانا، عايزين يقولوا رايهم سواء في الاخبار سواء في موضوعنا. راديو اليوم السابع اكيد ضاف لي حاجات كتير جدا جدا، ضاف لي ان انا اعرف ازاي اشتغل تحت اسم مؤسسه. طبعا راديو اليوم السابع بيتبع مؤسسه اليوم السابع، مؤسسه صحفيه كبيره جدا في مصر، فلما اكون تحت المؤسسه دي فبتعلم ازاي اشتغل فرد، اقدر اطلع شغلي في تيم وورك، ازاي شغلي الصغير ده او ان انا بعمل دور صغير جدا يكمله حد زميلي ويكمله زميلي، ان احنا نطلع في الاخر شغل كبير جدا الناس كلها بتشوفه او الناس كلها بتسمعه. كمان لو عايزين تشوفونا وتعرفوا تقرير مهم جدا عن شغلنا في راديو اليوم السابع وعن برامجنا، ممكن تشوفونا كمان بالصوره من خلال برنامج أعز الشباب. ورجعنا لكم تاني. استاذ اسامه، انتوا كموقع استطاع ان يثبت نفسه في فتره صغيره جدا، هل يعني كانكم تعملوها كمان اذاعيا يساهم او اختلف، يعني عمل اختلاف للموقع او زاد من الجمهور الموقع وحاجه تانية يعني ولا يمكن عشان المذيعين انا شايف سنهم صغيره قوي؟ لا ما هقول لك بقى، لان يعني بالنسبه للمذيعين في موضوعين. ان في الاول زي ما قلت صحفي اليوم السابع هم اللي قاموا معايا بالراديو، بدأنا نشتغل بالراديو، وبعدين بدأ الراديو يعمل انتشار، فبدأ يجي لي ولاد من كليه اعلام ويجي لي شباب صغير يجي حابب الاذاعه وحابب انه يشتغل في الاذاعه. واحنا عندنا حاجه ان احنا ما بنرفضش اي حد. اهم جمله بقولها للي جاي، انت حابب ولا مش حابب؟ لو انت حابب تبقى مذيع او معد او بتغني، لان احنا بنعمل عندنا المزيكا بتاعتنا، احنا بنعمل دراما بتاعتنا، يعني دراما انتاج راديو اليوم السابع، الموسيقى بتاعت البرامج دي انتاج راديو اليوم السابع. وده مش موجود في راديوهات كتير، ان يبقى الموسيقى بتاعتي مش مكتبه. دي من الحاجه اللي ساهمت في نجاح ولا هو ده اللي نجح الموضوع؟ دي ساهم، بص اللي ساهم في النجاح ان موجود اولا على موقع اليوم السابع. انا اللينك بتاع الراديو موجود على موقع انا عندي مشكله في الحته دي، انا بخش على اليوم السابع تقريبا كل يوم. ما لمحتش اللينك يعني لا انا كده موجود بشكل كامل. لا انا ما اقصدش، انا واثق انه اكيد موجود. لا موجود، ولكن انا بقول ايه، ما لفتش نظري وانا بقعد اقرا الاخبار كده وبتصفح على اليوم السابع. لفت نظرك على الاهرام طيب ولا لا؟ الاهرام اصله كمان لينك لوحده، هو يعني راديو دوت اهرام، فيعني هو اللينك يعني. لكن والراديو موجود لان احنا بنعمل الموقع الكامل للراديو ده هينزل كمان اسبوع ان شاء الله، انك انت هتخش على موقع كامل للراديو. هيبقى لوحده، هيبقى مش لوحده، هو موجود على طبعا مش قصدي على اليوم السابع، يعني احنا اليوم السابع لازم يبقى موجود على اليوم السابع. الموضوع اللي ساهم في نجاحنا ان اليوم السابع عليه عدد زوار كبير، هو تقريبا الموقع رقم 6. وبرامج بتاعته المختلفه والغريبه زي مثلث برمودا وزي لا ده اللي يعيش ما يشوف ده بنقدم فيه البرامج الغريبه. احنا النهارده بقى لنا شهر تقريبا عملنا تجربه جديده شويه، ان احنا نبقى هو ايه اللي هيخلي الناس قاعده معانا على راديو نت. هو بيقرا الموقع بتاع اليوم السابع وبيسمع مع الراديو، وبعدين بدأ نلاقي ان الناس عايزه تتواصل، يعني هم متواصلين. البرامج الناجحه جدا هي برامج التواصل. فعملنا النهارده 14 ساعه هوا، برامجنا كلها بقت بشكل هوا. بنأمل ان شاء الله قدامنا شهر او شهر ونص وهنبقى 24 ساعه هوا. احنا 24 ساعه موجودين ببرامج مختلفه، انما عندنا من بعد الساعه 2 هي فكره ان هو يبقى كل البرامج كله لايف، وبالتالي التواصل يبقى مفتوح بشكل كل تتفاعل جدا. استاذ سامح، هل الاهرام لما جت تعمل راديو الانترنت، حضرتك كنت متفاهم جدا ان اللي بيسمع الانترنت شباب صغير، فهل او يعني السن هيكون اصغر، فهل المحتوى ميال للي هم عايزينه، ولا في فكر عايز الاهرام عايز يوصله؟ احنا عندنا رؤيه ثانيه. هو طبعا الراديو النت برضو يعني هو مرحله، علشان الاهرام كمؤسسه مش بس كموقع، كمؤسسه يفترض انها تبقى متعدده الانشطه. فالمفروض ان احنا هنعمل تلفزيون، المفروض ان احنا هنعمل راديو عادي على الانترنت. فاحنا كمان دي بدايه يعني او نواه لهذا النشاط. انما احنا لما اشتغلنا على الناس، يعني الهدف بتاعنا الجمهور المستهدف هم من يعملون في مكاتبهم على النت من 9 ل 5، لان ده قاعد فتره طويله على النت، ودول عددهم كبير جدا في مصر.
ودول شغال بحكم او من يتواجدون على النت لفترات طويله يعني، بس الهدف الاساسي هم اللي شغالين في المكاتب. فده قاعد فتره طويله والنت مفتوح. نوع البرامج اللي بتوديها له ايه بقى؟ وبيعمل شغل، فبالتالي انا عايز اعمل له حاجه خلفيه. وبالتالي في جزء كبير جدا من الماده اللي احنا بنقدمها مزيكا، ومزيكا كلاسيك في بعض الحالات. بس ما بنقيش اي كلاسيك، الكلاسيك الفالسات شتراوس الحاجات اللي هي. وايه نوعيه البرامج دي؟ نعم، لا دي مزيكا فقط. مزيكا دلوقتي. وبعدين بنعمل برامج اخباريه متعتمد على الاهرام ومصادر الاهرام وفي نفس الوقت بقول له ما بدخلش في تفاصيل كتير، اقول له عايز تقرا زياده ارجع لموقع الاهرام. يبقى انا معيشه معايا ايه اللي بيحصل في الدنيا، ولكن لا اثقل عليه بكلام كتير. يعني احنا مش راديو، عشان كده احنا مش يعني ما فيش برنامج عندي نص ساعه، ما فيش حوار ساعه الا ربع. انا البرنامج 3 دقائق او 5 دقائق. يعني حضرتك دلوقتي قلت مصادر الاخبار دي ليها مصدر معين، ولا هو حسب المعد اللي بيجي يذيع اللي بيشوف بيجيب الحاجه؟ احنا ما عندناش بقى معد ومذيع، انا عندي معد مذيع مخرج واحده. ما انا عارف هو ده ليه مصدر معين بيجيب منه الخبر، يعني في مصداقيه معاه. هقول لك اللي بيحصل ايه. بيحصل مثلا ان في حادثه مثلا في سينا، ضربوا الغاز هناك. انا عندي مراسل للاهرام في سينا، فبكلمه يا استاذ انا ناسي اسمه دلوقتي، ايه اللي حصل عندك؟ فبيحكي لي على الهوا، فانا باخد منه بذيع. ممكن يبقى المصدر مثلا في ماتش كوره الكبير في اليوم التالي، فبجيب زميلي من القسم الرياضي في خلال 3 دقائق، والبرنامج ده اسمه مراسل على الهوا. هو مش مراسل، هو مش حاجه رياضيه. ممكن مره يبقى حادثه، ممكن مره يبقى. فهو الاهرام بنيها على كشكل خبري اكتر. ما يكون في برمجه. انا ما بنساش ان انا تابع لموقع الكتروني، عشان كده ده مش اذاعه، ده مكون الجزء الصوتي بتاع الموقع بتاع الاهرام. فما بنساهاش دي ابدا. ما بنساش ان انا مؤسسه صحفيه اخباريه، وما بنساش ان المتلقي بتاعي مش فاضي لي نص ساعه. فانا بربطه بالدنيا. يعني حتى السلوجان الشعار بتاعنا النت احلى مع راديو الاهرام، اللي هو بمعنى ايه؟ انت قاعد شغال على النت، بس احلى انك تسمعنا وانت شغال على النت، لان انا ربطك بالدنيا بس ما بثقلش عليك. بقول لك كل شويه اقول لك على فكره حصل انفجار. لمزيد من التفاصيل ارجع لموقع الاهرام. على فكره في هجيب لك المراسل بتاعنا يحكي لك ايه اللي حصل. في تقديمه لماتش بكره هيجي واحد يحكي لك ايه انما ما بدخلش في نص ساعه او ربع ساعه او ثلث ساعه. الحد الاقصى للبرنامج هو 5 دقائق. تمام. في استعداد انكم تستقبلوا مذيعين عشان هكون اول واحد؟ والله هو لو من روتانا مستعدين. اوكي انا اول واحد بعد اذن روتانا. استاذ سامح، استاذ اسامه، متشكرين جدا كنتوا معانا النهارده، وان شاء الله رب العالمين هنستفيد منكم اكتر في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم، نورتونا. تجارب مهمه جدا، وفعلا النت بيبقى مختلف بمجرد بس انك بتخش على مواقع جديده، انك تكسر الروتين بتاعك. في ناس كتير اعرفهم الراديو الانترنت مش حاجه اساسيه، ولكن هو جزء منه، وده اللي احنا عرفناه النهارده من اساتذتنا، ان هو بيبقى جزء منه بيبقى موجود معاك. يعني هو انت مش قاعد متفرغ فقط انك بتسمع للانترنت بتاع الراديو. خلصت حلقتنا عن اذاعات الانترنت، وان شاء الله بكره حلقه جديده ومواضيع جديده في عز الشباب. استنونا.